لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الله. الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1412 لوانكاين تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان بمبسي رزامندي رب العالمين وهوادار مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. برخوش ويستانوا للسياق وآتان لسورة الحجر كرب العالمين باز لبداية خلق آدم دكا كاتكوا بوشوي لقريتي وشقبوي الرشي بابرين قوران كاري بسردا هاتي خلقي كردو روحي دابري إتر فرماني بملائكت كرد بيش وقتك أقر وابو دەبی سوزدەی لۆ بن ئیتر هەموو سوزدەیان لۆ بڕ سوزدەی ڕێزلێنان و سلااو لێکردن تەنها ئیبلیس نەبی کە ئەویش لە ڕیزی مەلایکەت بوو بەڵام عیسیانی کرد ئامادە نەبوو. ڕەب العالەمین پێی دەفەرمی لەبەر چی ئامادە نەبی سوزدە بێ وەکو باقی مەلایکەت دەفەرمی ئەمن باشترم لەوی ئەم لە ئاگر دروست کرایمە ئەو لەو قوڕەی بەو شێوازە دروست کرایە. رب العالمين دفرمي قال فاخرج منها فإنك رجيم. وات الله تعالى بإبليس دفرمي فاخرج منها فإنك مشتوم محقر مذموم. فاخرج منها ليرة دربتا أتوكسيشي زوين بيدراو تحقير بكم زاندراوي وهروها قليل كراوي إتر فاخرج منها ما بس ليرة تشندري قيل الضمير يعود على السماوات لو آسمانانا دربتا يتركم مقاتل كر سليمان ابن جرير وسعدي ابن عاشور ضلن منها ليرة لبو آسمان دقرت الآسمان دربتا ابن عاشور ضل عين لبو آسمان دقرت ولهذا لم تذكر لدلالة ذكر الملائكة عليها. ضل كباسش نكرا الباسي آسمان نكرا لبروي منزل ملائكة هلا آسمان لويا فاخرج منها وتلا آسمان دربتا. وقيل يعود على الجنة هندش دلن نا فاخرج منها واتلا بهج دربتا وكو مكي وبغوي ابن عطية وخازن وعليمي وشنقيطي دلين. أبو السعود دلي فاخرج منها أي من زمرة الملائكة المعززين. بس كذا ليرا واتلا زمرو لريزي أو ملائكتان كوا أوان مكانتي يعني هي دربتا نجم بستك آسما بي. فإن وسوسته لآدم عليه الصلاة والسلام في الجنة إنما كانت بعد هذا الطرد. يبالغي أو كوا لدواي أو در كردنش عيني كآدم دستبهاش وسوسي لو ذكاء كواتل آسمان بوهر كواتا در نكرا لآسمان بلكو لريزي ملائكة كان در كرايا لريزي ملائكة كان در كرايا. وقيل يعود على المنزل التي كان فيها من الملأ الأعلى. ابن كثير وكلوان ابن كثير دله ما بس لذا واتا لملئي أعلى دربتسا لملئي أعلى دربتسا يتربو شوانا لقدرته لا أسمان دربتسا لا بهج دربتسا وياخذ لا بلئي أعلى دربتسا بوشوانا لقدرته. وهو بيد فرما إن عليك اللعنة إلى يوم الدين أي وإن طردك التام من رحمتي سيبقى في الدنيا متصلا بك. كواتا لا داني من در كردني من لبوتو لنا ورحمتي خوم كدرم كردي حتى لدنيا داي إنزا متصلا بك لاحقا لك إلى يوم القيامة أو لعنته أو در كردني من لبوتو لرحمتي خوم لدنيا دا لسر بردوان بي حتى روج قيامته كوالوين دري يوم الدين يوم الجزاء لوين دريش هر عيني سزا ددري
سعدي دڵێ فيه دليل على أن إبليس سيستمر على كفره وبعد عن الخير كاتك رب العالمين دفرمي حتى روج قيامته لعنتي من لسربي أو بلغي لسربي حتى روج قيامته لسر أو كفره هر بردام دبي ودور لخير رازي دڵێ إن قيل كلمة إلى يوم الدين تفيد انتهاء الغاية كواتا إلى بمعنى أودي ليروا حتى إيرا ليروا كوتاي بيدي فبهذا يشعر بأن اللعن لا يحصل له إلى يوم القيامة إلا إلى يوم القيامة وعند قيام القيامة يزول اللعن كواتا لو حالتي لعنتي من الليبي حتى روج قيامت كواتا لروج قيامت لعنتي لنبي ليردا بدوش وجواب درته جواب يكم أن المراد منه التأبيد نعم بس تكليرا أبدية أو لعنتا وذكر القيامة أبعد غاية يذكرها الناس في كلامهم كواتا كباسي لقيامة كذا وكو حسب قصي خلجري حتى قيامته مقصدي بردوامة لولا آتي سورة وجد ما دامت السماوات والأرض كما بس التأبيد كواتا هرشتك ما بس تأبيد بي واتا حتى أسمان كان زي ما بأبدي حتى روج قيامته بأبدي فجعل يوم الدين ويوم الجزاء غاية لأن استعمال في معنى الدوام كأنه قيل أبدا إلى يوم الدين ليردا ما بستك أوي حتى واتا القيامتش لا ولام دوام يأخذ وزه دوام لولامك واتا أنك مذموم مدعون عليك باللعن في السماوات والأرض إلى يوم الدين من غير أن يعذب كواتا أتوهر قليل كراوي حر رحمة در كراوي هل لعنت ليكرا لا أسمان كانوا لزوي حتى روج قيامته كواتا لسرتانا بس لعنت ليكرا دور كوتي ولا رحمة لحتى دقي قيامته فإذا جاء اليوم أجر أوي الروجهات كوا يوم الدين عذب عذابا ينسى اللعن من بلام كروج قيامة دادي عذاب شواد دري لعنتكي بيل بير دسي فيصير اللعن حينئذ كالزائل لو حالتي كعذاب قيامتي بس هذه وكوا هيز لعنتي نديت بي بسبب شدتي أو عذابي كواتي دايا فاللعنة عليه في الدنيا إلى أن يلاقي جزاء عمله فذلك يوم أشد من اللعنة كواتبوا ليك دانوه كوات لعنتك حتى روج قيامته لدواي أو روج قيامته عذابي شوادي تساري وكأنما لعنتك هيز نبو لتساوي خافنا من دا قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون لير دا إبليس داوادك دفرمي ربي أي پروردگارا فأنظرني إلى يوم يبعثون فإذا أخرجتني ولعنتني دي يا ربي أقل لآسمان ياخذ لبهاش دار الكردام أقل لعنتش لدام فأمهلني وأخرني دي إخوة مهلة بيبدا تأخير بك ولا تهلكني إلى أن تبعث خلقك يوم القيامة كواتب لنا ومبا حتى روج قيامته هل اندادي وخلشي الزندي دبنو لنا ومبا يا ربي خواه أو هذا ذاك أي پروردگارا بوش كوا لعنت لي كردم دي مولاتم في يبدا حتى روج قيامته حتى أوكاتي كوا روج أو روجك خلشي زندي دبنو مهلة في يبدا حتى أو روجك خلشي زندي دبنو يوم يبعثون أو رجك خالشي زندي دم حتى أوكات مهلة في يبدا أبو السعود ضلي وأراد بذلك أن يجد فسحة لإغوائهم كاتما بستكويك دي باشترين ودريشترين فرصتي للزبي لبو هالخلطان دني خالشي ويأخذ منهم ثأر وتاك طولان ليبكاتو وينجو من الموت وهل من بستشويكوا نزاتي شبي لمردن لاستحالتي بعد يوم البعث ثلاثة روج قيامته مهلة بيبدا كروج قيامة جداهات مردن نامينه كواتنا مردن نزاتي دبي شوكاني دلي وكأنه طلب أن لا يموت أبدا وكأنما داوي كده بيشوي نمري لأنه إذا أخر موته إلى ذلك اليوم فهو يوم لا موت فيه أجر بمينته تاروج قيامة تاروج الزندبونوا أو بالتأكيد لو يندري مردن نامينه وقيل إنه لم يطلب ألا يموت قلت لاشا داواي نكردي كوا نمري بل طلب أن يؤخر عذابه إلى يوم القيامة بل كداواي كردي تنها سزاكي تأخير بي لبروج قيامة لدنيا
سزا ندري. لا مفتاح دار السعادة ابن القيم قال فيه أن العلم لا يستلزم الهداية. علم بشتك شرني أو كسبوا علم كايتي هداية ورقرتبي. وكثيرا ما يكون الضلال عن عمد وعلم لا شك صاحبه فيه. زور زارن قمرائي كسك قمرا دبي بمتعمدي وعلمي شي هي بهش شويك صاحب خاونكي شكو جمانية بل يؤثر الضلال والكفر وهو عالم بقبحه ومفسدته بل كوب علمه قمرائي وكفر هالدبجيري كذا زاني أو قمرائية أو كفرة سندش تيشي قيزون وناشرين بلكو لقل أوش كذا زاني هر كفر قمرائيك هالدبجيري فهذا شيخ الضلال وداعي الكفر يترتمشى إبليس بك قوري أوانيك ولا قمرائي دادجين وهروها أو كسك بخوي الدعاء بانقواز ذاك لبو كفر وإمام الفجرة وقوري فازر كان كوا إبليس عدو الله إبليس دجمني الله تعالى قد علم أمر الله له بالسجود لآدم خوزاني كخواي قور فرماي بيكرديا سوزدي بالبو آدم ولم يشك فيه شكو قمانش لو أي نبو لا أو فرماني خواي قور كوا فعلا فرماني كده سوزدي با فخالفه وعاند الأمر مخالفي دكاو عناديج دكا وباء بلعنة الله وعذابه الدائم يتر قراوبة لعنة الله تعالى وبعذابش بردوام مع علمه بذلك ومعرفته به خودش زاني أو فرمانك وكراي أو يشبي مشمولة وأقسم له بعزته أنه يغوي خلقه أجمعين وهو كلات كان دواتر دي سوين بذات الله دخوا كواد بي هم مخلوقات كاني هل خلتيني إلا عباده منهم المخلص ما قال أوانيك مخلصا إخلاص يعني خير الإخلاص بيبخشينا فكان غير شاك في الله وحدانيته براستي إبليس شكو ما إلا ذات الله ولا وحدانيته الله تعالى نبوة وفي البعث الآخر وفي البعث الآخر وفي الجنة والنار هيت شكو ما لزنديبونه ولا بهشتو جهنم يجنيا كبخوي ده هتا روج قيامة بزم كاتا إيماني بروج قيامة وزنديبونه وهي هيت شكو ما تدانيا ومع ذلك اختار الخلود في النار لقال أو علم شكايبو أو هالبجار كوا رجاء كبروا أجر جهنم هتا ما نولا أجر جهنم هالبجار واحتمال لعنة الله وغضبه وطرده من سماء وجنته وهروها أو رجاء هالبجار كتحمل لعنة خواي جور ذاك تحمل غضب خواي جورو در كردني لأسمان ولبهشتكي بعلم ودشيزاني ومعرفة ما لم تحصل لكثير من الناس أصلا علمه زانياري بزور ليك لو شتان هيك وخلق نايزاني ولهذا قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون كاتك ودليها تاروجي زنبونوا مازال بيبدا وهذا اعتراف منهم بالبعث وإقرار به كاتب أخوي اعتراف ذكاك وروجك روج قيامته وروج زندبونوا وقد علم قسم ربه لأملأن جهنم منه من أتباعه وأوش زاني بك الله تعالى سفين دي خواردية جهنم لإبليس لأتباع كان إبليس بردكاتوا فكان كفره كفر عناد محض لا كفر جهل الكفر إبليس كفر يتشي عنادي بنقلب وينيد زاني بعلمه أو كفره هالبجار كواتا هم زارق علم نابت ماي هدايات هم زارق علم نابت ماي هدايات مقر علمك بي كإنسان لبناي خواي جورو بإخلاص وري بقري بمبستي زي بزكني وري بقري أو علمي كوا خواي جور إنسان في برزكاته بلام أويدك أو هنديدك يخام حجة لسر خوي زيادك ما ورديد عليه هذا السؤال من إبليس كاتك وداولا الله تعالى ذكاك مهلة بيبدأ تروج زنبونه لم يكن من ثقة منه بمنزلته عند الله لبر أو نبو دعوة ذكا ودعاء ذكا البروي أو دزاني منزلته شيء لكن خواي جورا وهروها أهل لبويكوا دعوة كاري ودعاء كي ولام بديت ولكن سأل تأخير عذابه زيادة في بلائه بلام دعوة ذكا عذابكي تأخير بكره وبزيادة ابتلاء بوقزه كفعل الآيس من السلامة وكسكوا مأيوس لويكوا سلامة لقزيك وأراد بسؤال الإنظار إلى يوم يبعثون ألا يموت ما بس تشوبكوا حتى رجزين بنوات النمري
لأن يوم البعث لا موت فيه ولا بعد ڕۆژی زیندبوونەوە مردنی تێدا نیە نە لەو ڕۆژە و نە لە دوای ئەوەش کە ئەو ڕۆژە دێ. ئیتر بەو شێوەیە دوعا دەکا خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە وەکو لە ئاەتەکانی دواترێ باز دەکا قال فإنك من المنظرين واتە الله تعالى بە ئیبلیس دەفەرمی فإنك من المؤخرين المهملين ئەتوو تاخیر دەکرێی واتە مهلەت پێ دەدرێ بۆی کەوە وەکو داوات کرد مۆڵەت پێ دەدرێ تاخیر دەکرێی. شێر بینی دەڵێ إن قيل كيف أجاب الله تعالى إبليس إلى ذلك باشا الله تعالى كو وەڵامی ئەو دوعای ئیبلیسی داوە بۆی کەوا داوای تاخیربوونی کرد خوای گەورە قبول کرد. الجواب إنه إنما أجاب إلى ذلك زيادة في بلاء وشقاء وعذاب. الله تعالى دعاك قبول كرد لبوي كوا زياتر مبتلا بي زياتر بدبخت بي وقمرابي لا لإكرامه ورفع مرتبته نقلب الأوي كوا بريز لا إخوائي قوري يأخذ مرتبي قوري هي سعدي ضل فهو امتحان وابتلاء من الله له وللعباد كاتك أخوائي قوري سبحانه وتعالى أو مولتي بيددا أو اختبار ابتلاءك حمل بو إبليس حمل بو عبدو بندكان كوا أو قمران دكا ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه تاكو بديار كوي أو كسي كرازقو إلى إيمانكي إطاعيه رب العالمين دكا نوك دجمنكي وكو أو كسني ممن ليس كذلك وكو أونيك وغيره بعكس سويا ولذلك حذرنا منه غاية التحذير لو الله تعالى أقدار ما دكاته بوبر أقدار كرنا قش يريد الله تعالى دعائك قبول كرد ولكن كان ذلك مكرا به بلام كدعاء قبول كرد وكوبيلانك بلبو أو لأنه مكنه من مخالفة أمره إلى يوم القيامة أو تقابلتش ببخشي كوحتى روز القيامة الدتواني مخالفة أمري خواهي قوربك فلم يزده بذلك التمكين إلا شقوة بو ولام دانوي كبي بخشي هيتي لي زياد نبو تنها بدبختي نبي ليعلم الكافة أنه ليس كل إجابة للدعاء نعمة ولطفا كواتتاوكو هم كسيك بزاني كولام دانوي دعاء خوايقر كولام داتوها مزارك وكو نعمة لطف بل قد يكون بلاء ومكرا زور زان وكو بلاك وكو بابلين مكريك وكو بلاك وكو بيلانك لدجي خوايقر سبحانه وتعالى بوشيوية أو دعاء قبول ذكاتا نقلب الأويكوا مكانة لا خوايقر هبي ياخذ لطف ورحمة بيبكا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.